يا زباله ما حد ضيع مصر الا العصابات الفاسده اللي في الداخليه واللي في الوحدات المحليه واللي في النواب واللي في الشورى ومجلس الوزراء بالزبنيه بمؤسسات في شركات كهرباء في صرف صحي. عصابه كبيره نهبه ونهشه مصر بتاخد في قلبك مصر وبتقطع فيكي. لما دمروا عرضك وشرفك قسما بالله باعوا عرض مصر وباعوا شرف مصر علنا. مصر اتباعت لكله، مصر اتركبت من كله بسبب الاوساخ اللي هم رافعين القرون بتاعتهم لما دمروا مصر وخلوها بقت في قاع المستنقع. ها يا زباله يا ولاد الزباله يا اوباش يا اللي بتسرقوا الناس جهارا نهارا علنا. وعد شرف كل حرامي والله لن نتركه ان استمر في شغله والعبد لله ان شاء الله. امثالنا موجود. خلي بالكم يا بتوع الداخليه يا شويه حراميه يا شويه بلطجيه. ها واغلبكم في القليوبيه دي بؤره فساد هي ومحافظه الدقهليه دول والجيزه اللي بيعملوا الوقت فين؟ ها بتعملوه فين بتوع الجيزه؟ اللي بيعملوا الوقت في جزيره الوراق. ها يا شويه بلطجيه يا شويه صيع. افتكروا كلامي ده اللي بقوله انا. خلي بالكم مش لوحدي، ده من هنا برنامج ده منظومه وطنيه. برنامج مع منسي منظومه الدوله الوطنيه. برنامج مع منسي منظومه الجيش الوطني. برنامج مع منسي برنامج الوطنيين ومنظومه الوطنيين الاحرار. بس عشان تكونوا في الصوره وافتكروا الكلام اللي انا بقوله ده قريب قوي كل والا التوابع بتاعتكم بقى. يا سلام على التوابع بتاعتكم اللي كل مره بقولها، ما انا بفكرهم لازم يفتكروا الكلام ده قوي. ها العاقلين اللي عاملين نفسهم العاقلين والباقي مجانين. العاقلين المتخلفين المعاتيه. ها المعاتيه المتخلفين الجراثيم اللي اوطى خلق الله. لما تبص لتاريخهم من اهلهم تلاقيهم كانوا شويه جعانين وولاد كلب وطلعوا مسكوا المال الحرام واللي ساعدهم على كده ضابط ولا لواء ولا مدير امن ولا رئيس وحده بحث ولا رئيس المهم جمعوها من الحرام من نهش والنتش وفي الاخر هم بقوا مين؟ خدامين بتوع الايه؟ خدامين الدبوره بتوع الداخليه. خدامين بتوع الشرطه. يعني هنا الخنكه مثلا دايره الخنكه خدامين دول معروفين. عندك 15 واحد دايره مركز الخنكه 20 واحد دول معروفين. هتتحاسبوا يا اشكال وسخه عاملين له كبار وقاعدين لي وكل واحد ها كله هيتحاسب يا اشكال ضاله ان شاء الله رب العالمين. ها خربوا بيوت ناس ودمروا بيوت ناس وفسدوا في الارض ولحد دلوقتي فساد. وهم خلي بالكم هم لحد دلوقتي متخيلين الكلام ده انا بقوله. والله يا كلاب لا تتربوا. يبقى تعالى يا زباله انت وهو. يبقى تعالى قول لي ايه؟ يبقى تعالى قول ايه؟ قول اصل انا اقعدوا عيطوا زي النسوان. اقعد عيط يالا انت وهو يالا. افتكروا كلامي كويس قوي. اقعدوا عيطوا بقى واقعدوا يقولوا ايه زي بعد 25 يناير كده. ها طلع المعرضين اللي زي الاعلاميين اللي لا مؤاخذه الرقعاء طلعوا يقول لك معلش بس كانوا بيقولوا لنا قولوا كده. ها بيطلعوا عملوا وطنيين يقولوا اصل احنا ما كناش قابلين. معروفين في القايمه السوداء ان شاء الله. وعدتكم ان شاء الله قوائم سوداء هتتعمل قسما بالله. كل الخونه لقوائم سوداء تتحط في ميادين مصر. مصر هتنضف ان شاء الله. والله هتنضف. واقول لكم الدليل انها هتنضف. ها الكلام اللي بقوله لكم يا زباله يا شويه عصابه وسخه اعرفوا بقى. ها هتنضف والله. الحرامي اللي سرق اثار مصر والله من 30 سنه اللي انا اعرفه قسما بالله ما هيتساب. ها اللي خدوا الارض وبوروا الاراضي الزراعيه يا اولاد الكلب دمرتوا الرقعه الزراعيه. ده كوز التين يا اولاد الكلب كان ببلاش. كوز التين بقى ب 10 جنيه يا اولاد الكلب يا اوساخ. وعملتوا بهوات على عباد الله وخلق الله وتعمل لنا كبار يا زباله يا اولاد الزباله. ها دمرتوها. تكتبوا لي الورق بقى باسم ناس تقولوا له دفعنا ضرائب. انسى الكلام اللي بتقوله ده كله. كل ما هو دمر رقعه مصر الزراعيه وربنا انا هتحاسب. كله محدش هيفلت من القانون ان شاء الله ولا من الدستور يا زباله. ها رقعه مصر الزراعيه. ايه تاني بقى؟ انت سرقه اراضي املاك الدوله. يا سلام على مركز الخنكه ده شغلتي انا بقى. يا سلام على مئات الافدنه املاك دوله في املاك خاصه في كله. ها وبتوع سرقه الاراضي بتوع مين يا عصابه وسخه يا عصابه نسكسه؟ ها سرقه الاراضي الخاصه بتاعت الناس. مدينه الخنكه دايره الخنكه ان شاء الله يا دوله الوطنيين الاحرار ان شاء الله مليارات الدولارات مش مليارات الجنيهات هتطلع منك للدوله يا ولاد الكلب يا اوباش يا اوساخ.
ها عشان تقعدوا تعملوا لي كده، والحاج فلان والعم فلان العم قريب نتنياهو، وهم بيقولوا على اسرائيل بيقولوا هنا اليهود ولاد العم. ها والخال فلان ها وجايبين لي شويه نياب معرضه، شويه نواب مركبه قرون قوادين يا ولاد الكلب، كنتوا بتجروا وراهم يا ولاد الكلب. خلوهم ينفعوكوا بقى، خلوهم ينفعوكوا يا زباله يا ولاد الزباله، خلوهم ينفعوكوا. هم قبلكم ان شاء الله المتسولين القوادين اللي برضو لحد دلوقتي بيجيبوا نسوان للوزراء وخمره ومخدرات وسرقه وملايين وفلل مش عارف فين ورؤساء مجلس اداره ايه، ما هي البلد بايظه. كله هيتحكم ان شاء الله، انا وعدكم وعد شرف وحياتي، والله لا كله هيتحكم، مش انا لوحدي. اوعوا تفكروا يا اشكال وسخه ان انا لوحدي، انا مش لوحدي يا اشكال وسخه، والله انا ما لوحدي، ده في احسن مني وطنيه واحسن. شوف انا بتكلم بحميه ازاي وبزعل، وفي احسن مني بمليون مره، بمليون مره موجود والله. مستنيكم بس اصبروا، هتيجي اللحظه ان شاء الله اللي هنطهر مصر منها منكم يا اوباش يا غجر يا غجر.